لهنا انا باش نستعمل نصف كيلو فرينه، نصف كيلو يعني نص بيكو. باش نكه العجينه بماء بروح الزهر. فنجان هكا صغير زبده ذايبه او زيت او مارغرين كيف ما تحبوا. تحبوها هكا مستحمره شويه تنجموا تعملوا بيضه في نص كيلو تعملوا بيضه. اللوز هذايا انا باش نرحيه وباش نزين فيه من فوق على خاطر ما عنديش البيستاج يعني غالي. نجمونا نزينوا باللوز هذايا. بالطبيعه اكيد النشا اسمن، بنة البقلاوه اسمن او زبده النوازات. عملته انا معناها فيديو تفرجوا فيه باش ما نبقوش نعاودوا. زبده النوازات هذيا يعني هي عباره على زبده نتاع البقر نعملوها بطريقه نتحصلوا عليها بطعمه النوازات، لكن ما هيش نوازات يعني ما فيهاش نوازات، لكن بنينه برشا. البقلاوه بالزبده هذيا تعطينا طعمه يعني ياسر بنينه اكثر من البنه العاديه. واللي ما عندوش زبده النوازات يعمل زبده عاديه او مارغرين فقط. واللوز هذايا انا زاده باش نرحيه ونخلطه بالطبيعه بالسكر ونحشو به البقلاوه نتاعنا. نبدو بسم الله نركزوا في البات فيلو. انا البات فيلو عملتها برشا مرات وبرشا بقلاوه بالبات فيلو، لكن البقلاوه هذيا معناها طريقه البات فيلو نتاعها مختلفه شويه. تو نقول لكم شنو هو الاختلاف هذاك علاش باش نعاود نعمل العجينه نتاع البات فيلو مره اخرى باش ما معناها ما يبقاش عليا اللوم. خاطر البقلاوه التونسيه اللي عملت فيها انا البات فيلو يلزمنا نرهفوها برشا نحلوها برشا، لكن في البقلاوه هذه لا ما نحلوهاش برشا نحلوها شويه. باهي نبدو بسم الله. نصبوا نصف كيلو نتاعنا. لازم كميه السوائل نصف كميه العجينه يعني 250 مليلتر. لها يلزم مجموع البيضه والزبده والماء وماء الزهر كلهم 250 مليلتر. انا معناها تنجموا تعملوا البيضه تنجموا ما تعملوش انتم احرار. البيضه حطينا البيضه. تو نضيفوا الزبده. نضيفوا الماء الزهر او روح الزهر نقطه، نصف مغرفه ملح. نخلطوا المكونات هذيا. يلزم المكونات هذيا كلها 250 مليلتر. نخلطوا هكا بالكدا باش البيضه تتخلط، الزبده تتخلط، الماء يتخلط، الملح، كل شيء يتخلط باش اكثر معناها طريقه كونه باش ما نقطعوش العجينه وقت اللي نحنا نعجنوا. تبدا الماء مخلط يعني بالكدا العجينه تجي رطبه خير. ديجا انا في كل فيديوهاتي نتاع البقلاوه نخلط كل شيء في الماء وبعديك نصب ونقيس هكا. لكن لو حطينا الزبده وحدها وحطينا البيضه وحدها وحطينا الماء العجينه تتقطع، او انت اول ما تحط البيضه العجينه تتقطع. نعاود نقول راهي البيضه مش لازمه، لكن البيضه انا تعجبني تعمل شويه حموريه في العجينه لما تطيب ما تجيناش مستبيضه. نصبوا الخليط نتاعنا الكل خاطر متاكده منه باش يجي قد قد وهكا تشوفوا على عينيكم. توا لمينا العجينه نجمو نخلوها شويه ترتاح وبعديك نعجنوها. توا ارتاحت العجينه نتاعي. توا نعجنوها كيف طريقه عجينه البقلاوه التونسيه. توا مش مهم يعني قداش باش نقسموها من جزء ومش مهم قداش من طبقه باش نحطوهم على خاطر بعديك كل طبقه باش نعملوها وحدها. لذلك تقسموا كيف ما تحبوا انتم وكبروا المكان اللي باش تخدموا فيه. انا المكان اللي باش نخدم فيه يعني صغير باش نقسمهم صغار.
المستحسن يكونوا متساويين. نغطوهم ونخليهم يرتاحوا. توا نحلوا العجينه متاعنا بعد ما ارتاحوا بالكدا. بنشا بالطبيعه كل كعبوره توا نحلوها مش نص حلين، اقصى حد ممكن. ديما هكا نشا نحاولوا نعملوهم مربعات هكا، نستعملوا يدينا على قد ما يكونوا مربعين هكا يكون احسن. هكا توا نحطوها هكا في لهنا قدامنا، نحطو تحتها نشاب باش ما تلصقش، ونخلوها هكا. من الاول نبدو هكا نربعوها، من الاول نبدو نحلوها بالطريقه كونها مربعه. نحطو نشا، لا لازمها يكونوا مستويين، ما لازمش واحده تكون اقل من واحده، لذلك نستعمل ايدي نحلها خاطر بالقلقال صعيب شويه. نحاولوا قدر المستطاع هكا قد بعضهم، واقصى حد ممكن نحلوهم، مش كيف الباتفيلو الاخرى نحلوهم صغيرين صغيرين وبعد نحلوهم مع بعضهم، لا هذه نحلوها اقصى حد. كيف ما قلت لكم من الاول نبدو هكا نحلوها بطريقه مربعه. بيدينا هكا شويه نستعملوا يدينا، فما حتى مشكله. طبيعه نحن اصلا في تونس يعني البقلاوه التونسيه نحلوها بيدينا، هذه نحاولوا شويه هكا بيدينا. نحطوا بطبيعه نشا باش ما تلصقش. ما نكثروش، نعملوا كان 4 5 هكاكا، نعملوا 6 5 هكاكا فقط طبقات، ما نكثروش الطبقات. توا نحلوها شويه طوالي، ما نرصوش عليها برشا، وتوا ديريكت نحلوهم الطبقات هكا كل طبقه، ما نخلوهمش فوق بعضهم هكا. لازم المكان متاعنا شايح بالكدا، نحافظوا عليهم هكا مستويين. يدخل هكا في وسطهم الهواء. نحافظوا على المكان ما شايح، ما لازمش يكون فيه حتى طرف بلل. توا انا باش نعمل يلزم ثم سرعه في العمل. توا باش نحتاجوا يعني لهذه الباكيت هذيا نتاع الكروشيه ولا اي لوحه نتوما عندكم، المهم لازمها تكون يعني الخشن هذايا، ما لازمش تكون خشينه برشا. ناخذوا طبقه هكا، نجموا نحلوا فيها كيف ما نحبوا. الطبقه المستويه الشيره تبدا لهنا مثلا طريف مقطع، ولهنا تبدا مستويه. نبدو من المقطع، نحطوا توا زبدة النوازيت في الجزء الاولاني، في الجزء الثاني ما نحطوش زبدة النوازيت. وتوا نحطوا اللوز متاعنا،
نكثروا مشيرة هذه ومشيرة هذه شوية، ما نكثروش خاطرها راهي تتقطع. والكعب الكبيرة نحطوهم غادي في الوسط، نحطو من هنا حاجات رطبة، فاكهة رطبة. وتوا نبرموها بالسياسة هكا. بالسياسة نبرموها. وتوا نشوف الحويشي هكا ونلموهم في بعضهم هكا، ونعملوا لها هكا دورة هكا. تبيع الشيرة المحلولة من اللوطة. وتوا نبدو الحويشي نلموهم بالكدا باش تجينا كعبات، حتى الحويشي ما يفسدولناش. ونلوها هكا ونعملوا لها هكا دورة باش تستوي. وتوا في الطبق نحلوها شوي هكا. نواصلوا العملية، ننفضوا قدر المستطاع من شيء. نحاولوا هكا نربعوها بيدينا، ونشوفوا انهي الشيرة اللي باهية، انهي الشيرة اللي معناها مستوية نخلوها شايحة، والشيرة اللي مقطعة نبلوها. عندي انا الشيرة هذه مستوية باش نخلي هذه شايحة، وهذه باش نحط لها الزبدة متاعنا. ليش ما نحطوش الزبدة من الشيرة هذه؟ خاطرها باش تقلقنا وقت اللي نبدو نلوو. العجينة تتبل برشا وتولي معناها طرية، تنجم تتقطع. لكن النتيجة باش تكون احسن بياسر من البات فيلو المشرية. بات فيلو مشرية اللي جا عملت الفيديو تفرجوا فيه، معناها اللي ما ينجمش تجي صعيبة كونه يعمل البات هذيا، ينجم يعملها يشري البات فيلو ويعملها، لكنها شوية يابسة اكثر، نستهلكوا اكثر زبدة، اكثر جهد يعني كونها ما تتقطعش، واقل فاكهة. اذا كان نكثروا الفاكهة كعبة واحدة تقطعها، لكن ما تستصعبوا حتى شيء، يعني كل شيء سهل، معناها ازعموا وعملوا. الدورة هذيك، تدويرة هذيك باهية برشا باش تجينا مستوية، ما تجيناش شيرة منفخة وشيرة كيف ما قلت لكم نصغروا فيها وتوا نحلوها هكا باش تجينا الاكل الثانية هذيك. توا نحطوها هكا الشيرة اللوطانية ونحلو كعبة نتاعنا، نلصقوهم في بعضهم ونحلو هكا. هذه البقلاوه متاعي. توا انا باش نواصل نكمل الكعبات وحدي الاخرين اللي بقاولي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه. توا كملت انا البقلاوه متاعي، خليتهم مكبوسين هكا بيشدوا الفورمه، لكن توا لازمني نوزعهم، خاطر اذا كان يطيبوا لاصقين في بعضهم برشا راهم يجوا نيين.
نقسموا البقلاوه نتاعنا، نعملوا بالعمليه هذه، خاطر نقسموها وهي معناها مش طايبه خير من نقسموها وهي طايبه. نقوموا بالعمليه هذه باش نستوي الحواشي. بالضبط هكا في الوسط نقسمو، نوزعوهم شويه على بعضهم، وتوا ندهنوا السمن متاعنا. نسخنوا الفرن من قبل، درجة الحرارة 180 درجة. بيجيني اكيد سؤال، كون نجمو نثلجوا البات فيلو متاع البقلاوة المبرومة، نقولكم المستحسن تكملوها للاخر وبعديك تثلجوها، يعني تثلجوها كعبات بقلاوة كاملين طيبين معسلين. ردوا بالكم معسلين، مش معسلين تقولوا ربما نعسلهم بعد ما نخرجهم من الكونجيلاتور باش تجيني فريشكا، لا وقتها ما عادش يشرب العسل. يعني يلزمكم تعسلوها قبل ما تحطوها في الكونجيلاتور وهي سخونه، والعسل سخون والبقلاوه سخونه، دوب ما تخرج من الفرن تتعسل وتتحط في الكونجيلاتور. تو باش نحطوها في الفرن، درجه الحراره نتاع الفرن 180 درجه وسخون من قبل. هذه البقلاوه نتاعي كملت. ريحتها ياسر بنينه. نعسلوها وهي سخونه، والعسل زاد لازم يكون سخون. العسل راهو سخون يبان جاريه، ما هو راهو عاقد بالكدا. نعوموها بالكدا بالعسل باش ينجم يدخل العسل لداخل، ونخلوها حكايه 10 دقائق تشرب. لازمها تتزين وهي مازالت سخونه. صفيتها شويه من العسل اللي فيها، وتوا نحطوا فيها نزينوها باللي عندنا، سواء فستق، بندق، لوز، حتى كاكاوية. جات هشوشة على الاخر وبنينة، معناها بطريقة ما تتخيلوش على بالكم. هذه البقلاوة متاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم بقلاوتي. بقلاوة اقتصادية وبنينة على الاخر. من الاول للاخر عملناها بيدينا، عملتها بيدي. زبدة نوازيت يعني زدتها بنة على بنة. ننصحكم يعني لازم زبدة النوازيت في الحلويات متاعكم، خاصة في البقلاوة اللي نعطيها لكم. انا عطيت راهو الروسيت بامانه صدقوني، يعني ما ثماش حتى حاجه يعني خبيتها عليكم، الا ولو انا سبحان الله نسيت ما قلتهاش ولا ما جاتش على بالي. اما اللي جاء على بالي واللي حسيتها نقطه مهمه في البقلاوه هذه قلتها لكم، على خاطر نعرف اللي البات فيلو في تونس ما تتباعش. وديجا لما نعملوا احنا الورقه نتاع البقلاوه هذه وحدنا في الدار راهو خير من اللي نشروها. اللي نشروها هذيك راهي يابسه وشيحه وصعيب ياسر، معناها البرمان متاعها صعيب. لما نعملوا الورقه وحدنا في الدار تجينا شوشه. تفرجوا في انواع الحلويات متاعي، تفرجوا في انواع البقلاوه الاخرى. انتظروني تفرجوا في الفيديوهات اللي فاتوا، وانتظروني في فيديوهات جديده ان شاء الله. نشكركم على المتابعه، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. معكم ليلى بن الازهر. ما تنسوش الاشتراك في القناه متاعي، تشجعوني بلايك وجيم وتعليقات وسؤالات وكل شيء انا نفرح به. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.